وانت بتضحك على ايه؟ ايه ده؟ هو مرة خدت كبسولي كده على المكتب. انا انا والله وحطه كده ومغطي الكيبورد ساعات عمال يتحرك كده. انت بتضحك على ايه؟ متضحكش. ناس غريبة والله. هو عامل لي فيها قبطان كده، وهو اصلا كان يحط الزمزمية على ظهره، وكان يحط الخرطوم بتاع المية بوقه وفي المية كده ويقعد يبقلب. وانا اقول لك ايه، سمكة قرش ثبتتني. انا القرش ثبتته، ما كانتهوش على طول، لا ثبتته. عارف ثبتته ازاي؟ اقول لك اهو، كان عمال يعوم في المية كده، عمال يطلع بقليل اللي هو البني، واخد بالك انت؟ اقول لك مرة واحدة القرش راحت جاية وراحت عاملة كده. اه والله عملته كده. عملته كده ليه؟ اقول لك ثبتته بقى في المية، وهوب مرة واحدة لقيته ما انتش معدي من هنا. اه ماليش بتتكلم. وراح مرة واحدة راح ساكت، وراح كاتم نفسه، وبطل يطلع البقية بق 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 ديت. ومرة واحدة بقى راح ايه، راح ايه ثبتيته. وراح قايل له بقى ما تعديش بقى من هنا ومش عارف ايه. راح عامل نفسه كاتم النفس، وراح عمل جننته كده. راحت القرش راحت بايساه، واخد بالك؟ واخدين بعض على اهو، واخدين بعضهم وراح ماشيين. كداب، انت كداب جدا يا ابني. كان نزاعك هيقعد على حجر ابو لهب، مش هيخش النار كده وهيقعد كده مستريح. ما تضحكش عشان انا بتنرفز. لا مش لاعب، استنى بقى عشان فكرتني صح بحوار. كان المعلم كان عمال يغطس في الميه، ودخل في كهف ويطلع له جني ومش عارف ايه. عدينا مرحله الجني، لقينا مره واحده السمك كله متجمع، راح ملاعبهم كده. قال له كده بس السمك واقف ازاي؟ قول له بعدين يا سامح. قال لي ايه؟ السمك كان واقف بيحيي العالم. عرفت منين يا سامح؟ بقول لك البقليل كان فيه علم مصر. راجل مستفز يا جدع انت. طب انا عايز اسال سؤال بجد بصراحه. انا قول لي يا ماما، بتسيبها ليه مفتوحه؟